السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو اللي فات شرحنا ازاي عملنا البابلز اللي موجودة في النعل هنا، وفي الفيديو ده هنشرح ازاي نعمل البابلز اللي موجودة في النعل زي اللي هنا كده بالظبط. قبل ما نبدأ محتاجين صورة للريفرنس تظهر لنا شكل البابلز عامل ازاي من جوه. انا جهزت صورة هتساعدنا في الكلام ده. نمسك الريفرنس هنا وندوس شيفت دي كده، في نسختين فوق بعض. النسخة اللي احنا ماسكينها دلوقتي هي اللي فوق. نروح على ايقونة الداتا من هنا، هتلاقي الأيقونة بتاعتها شبه أيقونة الصور كده. نروح من هنا ندوس على دي ونختار الشكل ده، والشكل ده هسيبه لكم إن شاء الله في لينك التحميل في الوصف الفيديو. تمام، ده اللي احنا عاوزينه، بس محتاجين نطلع بيه شوية لفوق. جي زد كده. التاني ممكن نخفيه عادي أو ممكن نسيبه. تمام، لو بصينا من هنا وده برضه مش محتاجينه هنخفيه. بالظبط ده اللي احنا محتاجينه. فاحنا قبل ما نبدأ هنخفي كل حاجة ونسيب بس النعل. نمسك ده ونمسك الريفرنس ده وندوس سلاش. طيب من هنا نبص ونشوف هنعمل ايه بالظبط. طيب عشان نعمل رسمة المسار اللي هيمشي عليه البابلز، لازم نشوف الأول المسار اللي هيمشي عليه هيمشي بشكل مستقيم ولا لأ. هو احنا عندنا هنا النعل واخد زي كيرف من هنا كده وماشي كده مظبوط من فوق، فاحنا عاوزين البابلز تمشي عليه بالظبط. عشان نعمل كده هناخد نسخة من النعل من هنا من فوق، نحدد الأوجه من أول هنا لحد هنا، نتأكد إن السلكت تمام. شيفت دي انتر بعدين بي سيلكشن. تمام، دي اللي هنشتغل عليها. تمام، نمسك الوش اللي هنا والريفرنس وندوس سلاش تاني عشان يخفي كل حاجة. طيب دلوقتي عشان نرسم الشكل ده محتاجين ننزل كيرف. نروح سوليد، بما ان الكاروسيل في نص السبيس بتاعتنا هندوس شيفت A. من هنا نختار سيركل من هنا. لو دخلنا edit مود لان هي مكونة من فيرتكس. الفيرتكس دي عاملة زي الانجل في البين تول في الفوتوشوب. لو حركتها هتديك مسارات منحنية نفس فكرة البين تول بالظبط. تمام، طيب نبص من هنا نشوف هنعمل ايه. ممكن على فكرة نظهر دول بس، نمسك دي والريفرنس وبس، سلاش كده سلاش تاني عشان نشوف، نركز على دول بس. دلوقتي هنمسك الدايرة اللي احنا نزلناها وندخل edit مود، ومن هنا هنبدأ نشتغل نعمل نفس الرسمة بالظبط. احنا عاوزين نحرك الانجل دي او الفيرتكس دي بشكل مستقيم، يعني تفضل على نفس المستوى ده، يعني ما تنزلش مننا تحت زي كده او تطلع مننا فوق. احنا عاوزين الحركة بتاعتها تكون ثابتة على نفس المستوى، يعني ما تنزلش كده ولا تروح هنا ولا هنا كده زي كده. ندوس جي شيفت زد زي كده. احنا عاوزين تتحرك معانا. بص لو حركت كده هتلاقيها على نفس المستوى ده اللي احنا عاوزينه. نرجع كنترول زد ونبص من هنا، فاحنا حركتنا هتكون بالشكل ده، جي شيفت زد. نجيب ده هنا كده او خلينا هنا لان دي دايرة كاملة، دي او اللي فوق جي شيفت زد. خلينا نبدأ بدي. تمام، وهنا نفس الفكرة جي شيفت زد هنا كده. دلوقتي هنمسك دي نفس الفكرة جي شيفت زد هنا، نفس الكلام هنا. تمام، طيب دلوقتي اللي هنظبطه هنا هو اللي هنمسك ده ندوس اس اكس و اس شيفت زد. تمام زي كده. ممكن نمسك دي جي شيفت زد عشان نحركها تدينا نفس انحناء الكيرف من هنا. ممكن نحرك دي شوية جي شيفت زد كده مثلا. نفضل معاها واحدة واحدة، لو اتعاملت مع البين تول هتقدر تتعامل مع الكلام ده. ممكن نمسك دي جي شيفت زد كده. تمام، ممكن نصغر كمان، نمسك اللي في النص ونصغرهم هما الاتنين مع بعض اس شيفت زد كده مثلا. ومن هنا نمسك دي نلفها شوية
ار شيفت زد كده، وهنا دي محتاجين ان هي نسحب دي شوية من هنا، جي شيفت زد كده. تمام، جي شيفت زد كده مثلا. حاول تمشي على الشكل على قد ما تقدر، يعني المهم ان هو ما يكونش فيه كسرة هنا. بس لو لاحظت ان هتلاقي ان الباث بتاع الدايرة اللي احنا نزلناها هتلاقيه متكسر كده. هنطلع بره ونضيف له سب ديفيجن، كنترول 2 يقوم يديك نعومة في الشكل بتاعك هنا كده. جي شيفت زد كده مثلا. نبدأ نصغر دي، جي كده مثلا. نعدي جي شيفت اكس شيفت زد، جي شيفت زد كده. تمام، ده اللي احنا عاوزينه. الموضوع هيكون صعب في البداية، لكن تقدر تعمله. يعني كل اللي انت هتعمله ان انت هتتحكم في الفيرتكس ومكانها والزوايا بتاعتها فين، لحد لما تظبط المسار اللي هو الخط الاسود ده مع الريفرنس. تمام، وهنا نفس الفكرة، جي او اس شيفت زد كده. تمام، نيجي هنا مثلا عاوزين نوسع دي، او ممكن نيجي مثلا في حتة زي كده نمسك الفيرتكس اللي هنا واللي هنا، نضيف بينهم انجل تانية، كليك يمين وسب ديفيجن. من هنا نحرك دي، جي شيفت زد كده، تقوم تساعدك اكتر. ممكن تلف دي شوية كده، ومن هنا تحرك دي. تمام، هنا برضو محتاجين انجل تانية. هنا هنضيف سب ديفايد هنا، جي شيفت زد كده مثلا. وبكده احنا نكون رسمنا الشكل اللي جوه، لسه باقي اللي بره. طيب لو جينا نبص كده هتلاقي ده الشكل الاولاني. دلوقتي هنعمل منه كوبي، شيفت دي انتر كده. احنا عملنا نسخة تانية فوق اللي موجودة. فهنبص من هنا ندوس نروح edit. دلوقتي امسك دي، جي شيفت زد كده. خد بالك احنا كده بنحرك في النسخة الجديدة، جي شيفت زد كده. وهنا ابعدهم بس عن النسخة اللي عملناها الأول، وبعدين ابدأ ظبطها كده. وهنا في واحدة، أيوة، جي بالظبط كده. احنا عندنا نسختين ظهروا كده، اللي هي دي والتانية اللي جوه. نبدأ نظبط دي. ممكن نمسك دول ونضيف بينهم واحدة تانية هنا، جي شيفت زد كده. وهنا برضو نمسك دول كده، جي شيفت زد هنا. تمام، هنا ممكن نلف دي شوية، جي شيفت زد. اهم حاجة ان انت لما تدوس جي لازم تدوس معاها شيفت زد عشان تتحرك على نفس المستوى اللي انت شغال عليه. هنا مثلا ار شيفت زد كده مثلا، نمشيها لجوه شوية كده. هنا نكبرها، اس شيفت زد كده. لا، الشكل طلع من هنا. نمسك دي ونمسك التانية ونضيف بينهم سب ديفايد هنا كده، جي شيفت زد كده. تمام، يبقى احنا كده عملنا التانية. خد وقتك في الكلام دوت وظبط فيه على قد ما تقدر. كل ما تظبط الشكل كل ما يديك شكل مترتب وشكل متناسق في البابلز بعدين. طيب دلوقتي هنكرر النسخة التانية كده. بقى عندنا خطين نمشي عليهم، محتاجين ايه نكمل الباقي. شيفت دي انتر، بعدين ندخل edit مود. دي النسخة الجديدة. بص من هنا نفس اللي عملناه، جي شيفت زد هنا، جي شيفت زد هنا مثلا. ممكن نمسك دي نكبرها، اس شيفت زد كده. وهنا جي شيفت زد
كده جي شيفت زد، جي شيفت زد هنا. نبدأ نظبط الشكل اس شيفت زد لحد لما يظبط معانا كده. مثلا هنا تمام، وهنا ده تمام. هنا محتاج اس كده، ممكن روتيشن. تمام تمام. اللي هنا هنسيبها. تمام. اللي في النص هنا اللي هي المكان الفاضي من اول هنا لحد هنا هنسيبها زي ما هي. وبعد لما نخلص ونضيف الدوائر بتاعتنا والبابلز نبدأ هندخل جوه الايديت مود، وبعدين نحذف الدوائر من اول هنا لحد هنا. فسيب دي زي ما هي. ودلوقتي كرر شيفت دي، ندخل edit مود ونعمل الشكل اللي بره. جي شيفت زد هنا. تمام. انت خد وقتك على قد ما تقدر وظبط الشكل لحد لما تلاقي ان هو متناسق وشكله مريح لعينك يعني. طيب هنا ممكن اس شيفت زد كده مثلا او كده، ونحرك دي شوية كده. ممكن شوية روتيشن. تمام مظبوط لحد هنا. هنا برضو هنحرك لبره كده مثلا. مش مهم الجزء ده يكون مظبوط، كده كده هنقطعه في الاخر. وهنا تمام. ممكن اس شيفت زد هنا. تمام حلو اوي. ممكن ده بس، ايوه امسك ده كده وحرك دي شوية جوه. ار كده. تمام. نطلع برا ونبص. تمام ده اللي احنا عاوزينه بالظبط. طيب والخطوط اللي هنا نفس الفكرة. هنضيف دوس شيفت A من كيرف، نختار باث. هي نفس الفكرة. نحذف 3 فيرتكس منه ونسيب 2 بس. ديليت. هيتبقى الاتنين دول بالظبط، دول اللي احنا هنشتغل بيهم. هندوس جي شيفت زد نجيبهم هنا كده، ونحرك الفيرتكس اللي هنا لحد هنا. نطلع برا الايديت مود ونمسك الشكل ده نكرره زي ما احنا شايفين هنا. شيفت دي شيفت زد هنا كده، ونبدأ ندخل edit مود نحرك ده جي شيفت زد كده. نفس الفكرة شيفت دي. تمام شيفت دي هنا. نبدأ نصغر شوية جي شيفت زد. أهم حاجة لازم تاخد بالك إن أنت بتحرك على نفس المستوى بشيفت زد. تمام شيفت دي شيفت زد لحد هنا كده عشان يكون معانا النسخة دي هنا. حاسب كان في نسخة هنا راحت فيه. موجودة هنا. تمام شيفت دي هنا. دي محتاجين نظبطها. امسك دي كده وحط دول جي شيفت زد هنا. نفس الفكرة هنا. دلوقتي اروح لدي جي شيفت زد هنا، نكررها شيفت دي شيفت زد هنا. ادخل edit مود وحرك الفيرتكس دي. نفس الكلام جي شيفت دي شيفت، حاسب شيفت دي شيفت زد كده. تمام حاسب. ادخل edit مود. تمام شيفت دي شيفت زد لحد هنا كده. تمام نطلع بره الايديت مود ونبص للشكل بتاعنا هنلاقيه كده بالظبط. ليه بقى كنا بندوس شيفت زد؟
عشان خاطر الحركة بتاعتنا تكون كلها على نفس المستوى ده. لما تيجي تبص من هنا كده تلاقي كلهم، بص هما كلهم لو انت واخد بالك شايف السلكت ده كله، ده كله على مستوى واحد، دول كلهم الخطوط دي. ده اللي احنا عاوزينه عشان لما نيجي نطبقه على النعل في مرحلة تانية هنبدأ نديله شكل انحناء النعل من فوق، فلازم كلهم يكونوا على نفس المستوى زي كده. وبكده احنا نكون خلصنا الفيديو ده لحد هنا، وبنكمل في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.